يا جماعة الحلوين، كنت فاكر إن بعد ما أشوفكم فيلم جمال الدنيا بيصير عادي، بس لما شفت ابتسامة هالبنت الصغيرة توقفت فوران. هي مش بس ابتسامة، دي دفع واحد ضايق من زمان جوا القلب. لو في حكاية خرافية بين البشر أكيد هتكون في هالجبال. واليوم جايب لكم فيلم هدي من سنة 2015 والله خرافي. الجبال واسعة وخضرة، السماء زرقاء صافية ونسر بيطير فوق، والبنت دي طايرة بحرية على الحقل، رجليها حافية كأنها سمكة فضية هربت من الشبكة، بتلحق بالزهور واللي بترقص مع الهواء وسط لحن الغابة وجبال التلج. بس وراها الجمال كله قصة موجعة تخلي القلب يتقطع. البنت يتيمة من صغرها، وما كان قدها إلا تعيش مع خالتها تحت الجبل. الأيام الأخيرة خالتها لكت شغل كويس وصارت تملى من رعايتها فدتها لعن جدها. أول مرة تشوف جدها عيونها الصغيرة مليانة أمل في حب وعطف، بس جدها عيونه باردة كالثلج على الجبل، ما فيها أي دفى. الخالة صاحت: أنا تعبت منك سنين، ما عاد أقدر، امشي لا أشوفك. البنت ترددت شوي، بس في النهاية طلعت وما رجعت ووقفت مكانها، جسمها النحيف بيرتعش من البرد. وراها صوت جدها يصرخ: امشي. قالت له ما عندها مكان تروح له، بس الجواب كان صوت الباب يتك في البقوة. تركوها برا على الرواق، الجد متشدد وفاكر إن التجاهل بيخليها تمشي لحالها. بس المفاجأة إن البنت دخلت سرا لحظيرة الحيوانات. والليل نزل، السماء اللي كانت هادية تتغطت بسحاب سودا، والريح تعصف والمطر ينزل بغزارة. صوت الرعد يدوي بكل مكان. البنت خايفة تموت، قاعدة ترتجف بين الغنم وراسي مدفون في سوفهم. عاشت ليلة مطر طويلة ومرعبة. أول ما طلعت الشمس ضوها الخفيف دخل للحظيرة. الجد دخل، وكان العادة حاول يبين هادي، بس قلبه مش ساكت. جاب لها معلقة حليب وقدمها لهدوء مع تردد بسيط. البنت شربت الحليب بسرعة وفمها لسه عليه قطرات. شكلها كان بريء وودي يخليك تحس بألمها. وشاف الجد فرحة بسيطة على وجهها، حس بدفى ما حسه من زمان. بس سنوات الوحدة والصلابة خلت قلبه يرفض هالمحبة المفاجئة. وبالأخير قرر يستعين بالكسيس يدور لها بيت جديد. الكسيس ماسك يدها الصغيرة يشيك صحتها، وقال إن الطفلة قوية وسهلة التربية، ولو ما حد تبغاها ممكن تروح دار أيتام تتعذب. نظر للجد بنظرة واضحة. صار صمت طويل، بس الجد عنيد وما كان ناوي يتراجع. الوضع صار صعب وما في حل غير. المعلم وافق مضطره، بس بعد 3 أيام ينزل من الجبل. لما يجي الوقت بياخذ الطفلة معاه. يا عمي، الليلة راح أنام في حظيرة الماعز. على راحتك، هيدي ذكية وواعية، فهمت الرسالة الخفية. ما قدرت تخبي فرحتها، بس أول ما دخلت البيت وقفت فجأة وابتسامتها راحت. البيت فاضي وغريب، فيه بس كرسي قديم وسرير بسيط. المكان ضيق وبسيط، خلى هيدي تحس بحيرة وكأن حلمها تبلل بمية باردة. لحسن حظها لك تسلم بروح للطابق الثاني، فضولها خلاها تطلع. المنظر فوق خلاها تنبسط مرة. الطابق الثاني مليان تبنة ناعم، والشمس بتدخل من الشباك وتنعش المكان. ريحة التبنة تخلي الجو هادي ومريح. هايدي تقلب على التبنة وتفرح كأنه عالم سري خاص فيها. سر خاص للبنت، صغيرة بس دافئة بشكل رهيب، كأن الغرفة مصممة بس عشانها. العشاء كان هادي كالعادي. البنت ترددت وطولت، وبالأخير جمعت شجاعتها وسألت جدها إذا ممكن تبقى. نظراتها أتكت بنظرات هادي، وبعدها هو خفض رأسي وسكت. صباح اليوم التالي صوت الراعي جاي من بعيد ويقرب أكثر. سمع الصوت فورا هيدي قامت من النوم، حتى ما لبست جزمتها جرت برا. بعد ما رتبت نفسها ركضت للحظيرة وصدفت لقت بيترر الراعي الجديد. الجد حط شوية خبز وجبن في شنطة هيدي للغدة، وطلب من بيتر يهتم فيها وما يخليها تقع. هيدي ماسكت الشنطة وعينيها تلمع من الحماس، وطلعت مع بيتر ترعى الماعز. أول ما وطأت قدمها جبل آس، تفاجأت. جبال ووديان ما لها نهاية، ومرج أخضر مليان زهور بألوان مجنونة. قمم الجبال مغطاء بالثلج بتلمع بنقاء. الشمس مشرقة والنسيم معطر برائحة طبيعية. قلب هايدي كأنه طار من الفرح. ركضت وسط الخضرة، ضحكتها ملأت الوادي كأنها جزء من هاي الأرض من يومها. بس قلبها كان مشغول بجدها، مش عارفت إذا فعلا بيخلوها تبقى ولا لا. أما بيتر له هالمناظر عادية، وكل تفكيره على شنطة الأكل. لما هيدي كانت تلعب مع الماعز، بيتر سرق قطعة جبن والحم من شنطتها. لما شافت بقايا الأكل على شفايفه فهمت كل شيء. لما البنت سألت بصراحة، هو أنكر كل شيء وقال إن الماعز هم اللي أكلوا الأكل. وفي لحظة الماعز بدأوا يتشاجروا. بيتر كان خائف فخطف العصا وضرب الماعز بقوة. لما شافت هالمشهد هادي شعرت بالحزن وركضت لتوقفه، ووعدت بيتر إنه إذا وقف راح تشاركه نص أكله من هالحين. بيتر سمع، فجاء الكلام هذا طلع واختفى الغضب من وجهه. الشمس في الظهر تحرك الصخور. بيتر حط راسه على الحقيبة يتأمل الغيوم. بدأ يقلد صوت السناجب، وطائر الجبل خاف وطار. فجأة الشاب قام وجلس، وعشبت بين أسنانه طعمها مرشوي. بيتر بدأ يحكي بصوت هادي عن جده والإشاعة إنه قتل واحد في العشاء لما شاف إيدينها ترتجف.
هيدي فهمت القصة على طول. الليلة برجع أنام بحظيرة الماعز. قالك بيتر شيء الكلام حقيق، الناس تحب تنشر إشاعات، لازم تحكم على الوضع بعينك وأذنك. هيدي ما خلت الشائعات تأثر عليها، كانت تراقب بعينها وتسمع بقلبها. جدها مش شاطر بالكلام، بس كل تصرفاته الصغيرة كانت مليانة حبوة وتمام. فقالت له: صدق إحساسك. حضنها المفاجئة خلى جدها يحسب بحرج، بس ابتسامة هادئة طلعت على وجهها الجاف. وجود هيدي كان هدية من السماء تنور حياته المظلمة. الأيام بعدها هيدي وبيتر ما انفصلوا، يلعبوا مع بعض طول اليوم. المعزة ترعى بسلام وأصواتها تخلق جوري في هادي. الأطفال يركضوا ويضحكوا بحرية. في المرج ضحكاتهم النقية تملأ الجبال. يشاركون أسرارهم، يدهنوا بعض بعصير الفواكه ويضحكوا على بعضهم. في هالحياة البسيطة هم أغلى أصحاب، بس اللحظات الحلوة دايما قصيرة. بكرة هايدي راح يجيبها المؤلم. بيتر هزين من جواته، بس قدام الكل متظاهر بالبرود. قال: بس مرة تانية راح أظل الرأي الماعز بروحي. هيدي رجعت للبيت حزينة ولحظت كرسي جديد جنب الطاولة. عيونها مليانة أمل ونظرت لجدها بخجل. الكرسي لي؟ أكيد بكرة راح تروح الجبلة وراح تروح ثاني يوم كمان، يعني يوم بعد بكرة بالضبط. كفاية أسئلة، روح أغزل وجهك. شكرا شكرا شكرا. الفصول تمشي والجبال تغيرت من الأخضر للأصفر الذهبي. صداقة هايدي وبيتر صارت أقوى وصاروا لا يفترقوا. جدها صار أدفى مش مثل أول ما اتقوا. الثلاثة كانوا دايما مجتمعين في بيت صغير مليان ضحك وفرح. الشتاء قرب وبيتر لازم يترك الرأي وينزل القرية يدرس ويرجع بس في ربيع السنة الجاية. هايدي تطلع من الشباك تراقب ظهره وهو يبتعد، عيونها مليانة حلم التعليم. البنت الصغيرة حابة تروح المدرسة بس جدها مو راضي. ليش؟ لأنه في الشتاء الجبال تتغطى بالثلج الكثيف. المدرسة تحت الجبل والطريق خطر جدا على هي، وهذا يخلي الجد قلقان. وفجأة جت عاصفة ثلجية كبيرة وغمرت الجبال ببياض ناصح. هي جالسة عند شباك الخشبي مجدوها تتأمل المنظر. جدها شاف الحزن في عيونها فقرر يسوي لها نصر من خشبة، ورجع يجيب زلاجة ألج القديمة ووداها تنزلق تحت الجبل لمسافة طويلة. الريح تصفر والمناظر تمر كأنها برك. أنف هايدي صار أحمر من البرد، بس قلبها مليان فرح. لو الوقت يتوقف كانت راح تحفظ هاللحظة للأبد، تخلي شمس وجبل القلب ومكان هادي في روحها. جدها كمل ينزل معها الجبلة ووعدها يرجع ياخذ البنت قبل ما يجي الليل. لما بيتر رجع البيت ما وقفش يزعق لهايدي عن المدرسة اللي مملة تموت، بس أمه قالت له: عشانك ومش بتعرف تقرأ. بيتر عنيد وقال: الراعي في جبال القلب وما بيعرفش كتابتي وسهو عايش تمام. هيدي سكتت بس سلمت العيشة لجدته، وفجأة اكتشفت إن جدته كلها سنانها راحت ومش قادرة تاكل العيش الصلب ده. من ساعتها الموضوع علق في دماغ هيدي. وهي راجعة البيت هيدي متكور على ظهر جدها: عارف يا جد، ست بيتر ما بتشوفش وكمان مش قادرة تكسر العيشة دي، بس إحنا عايشين كويس صح؟ جدها سكت وقت طويل بس ما فيش كلام. الجبال الثلجية العالية قدامهم شايلها سما، وظهر جدها اللي مش مستقيم بك الحضن الدافي اللي هايدي محتاجاه دلوقتي. الوقت بيعدي والثلج بيذوب وجبال القلب تصحى مع الربيع. الناس رجعت لحياتها المزدحمة، بس الضيوف الغير مرحب بهم بدأوا يطلعوا بهدوء. أما هايدي جات عند جدها، كذبت وقالت إنها لقت بيت كويس لهايدي في فرن كفورة وعايزة تاخدها هناك. جدها عرف نواياها وقام طردها على طول. دلوقتي هايدي بقتهم حد في حياته ومش هيسمح لحد ياخدها، بس العمتي ما استسلمتش. وسرا راحت لهايدي وهي بتغنم، قالت لها: لقيت لك بيت جديد. والجد وافق. هايدي صغيرة ومش فاهمة صدقة الكلام، حاولت تودع جدها قبل ما تمشي، بس العمة قالت لها مش فاضية وسحبتها بسرعة للعربية وراحوا. لما بيتر رجع بالغنم جدها ما لقاش هايدي، كلك وخطف المنجل ورمى الأرض وجري ينزل الجبل. لكن توقف فجأة وهو سمع ضحكات سخيفة، وبحال طريقة خسر جدها هايدي. ضحكتها كانت النور الدافي في حياته، ولما راحت النور طفى وما بقاش غير الظلام والوحدة اللي غمرت قلبه. في طرفة عين هايدي دخلت لفران كفورة وواجهت عالم غريب. كل حاجة هناك كانت بتثير فضولها وما قدرتش تمنعها نفسها من التحديق أطول شوي. العمها ودتها لفيلا ضخمة وسلمتها للبواب، وبعدين راحت مسكت الفلوس وخرجت. صاحب الفيلا كان عايز يصاحب لبنته فدفع عشان يجيب هايدي. لأول مرة طفلين في نفس السن تقابلوا وحسوا بشيء حلو تجاه بعض، ودخل هايدي تهدأ لما عرفت إن كلارا مش بتقدر تمشي. هايدي دفعت الكرسي المتحرك ولفت به كلارا حوالين المكان. فجأة الكرسي خبط في الترابيزة والفاكهة الثمينة اتكسرت. البواب سمع الصوت وجري، لكن كلارا أخذت المسؤولية كلها على نفسها. وفي العزومة بالليل هايدي بقت ضحكة الكل. ما عرفتش تستخدم السكين والشوكة ولا عرفت قواعد الأكل، حتى نامت وهي بتتعلم من المدبرة. في نومها عقلها راح لجبال القلب الساحرة، بس لما صحت الدنيا الغريبة كانت مزعلة. من هنا هايدي بدأت تستحمل دروس المدبرة الصارمة.
رغم كل الصعوبات هايدي وكلارا يا جماعة الحلوين، هذه البنت الصغيرة صارت صاحبة صداقة حلوة، واكتشفت إن الخبز هنا طري مرة، فكانت دايما تخبي قطعة صغيرة تاخدها لجدة بيتر. بس لما بلشت تدرس الدنيا اتكلبت، لأنها ما تعرف تقرأ. المدرس كان على وشك ينفجر من الغضب، بس كل مرة كلارا تضحك وتساعدها، والمدرس صبر وبدأ يعلمها من الصفر. يا سلام على المواقف. كلارا خذتها لغرفة فيها صورة لها مع أمها، كانت تقدر تمشي قبل بس بعد وفاة أمها صارت مريضة نفسيا وما تقدر تتحرك. هي ما عرف كيف يواسيها، بس حطت إيدها على إيد كلارا بكل هدوء تعطيها دفء صامت. بالليل هي كانت تراقب القمر من النافذة، وذكريات الجبال والنسيم تملأ قلبها. كانت تشتاق لحضن جدها الدفيت يا حبيبي. بشجاعة طلبت من المدبرة تفتح النافذة عشان تشوف جبال الألبة، بس لما فتحت لقت بس مباني باردة ومو حتى جبل. المدبرة شافت خيبة أملها وأشارت للبرج العالي وقالت يمكن من هناك تشوف اللي تتمناه. هي قلبها طار من الفرح. لما جاء وقت الاستراحة خطفت كلارا وخرجوا سوا. يا ساتر، المغامرة بلشت. في الشارع ناس والضجت ما تنتهي، والبائعين يصيحون، وعجلات الكراسي تدور على الأرض. كلارا كانت قاعدة على الكرسي ووجهها أحمر من الحماس، تشوف كل شيء لأول مرة بعيد عن البيت الكئيب. الجو كله هياء وحركة، حاجة تخلي القلب ينبض بسرعة. وصلوا للبرج. كلارا تنتظر بهدوء وهي ركضت للقمة بتلهف، بس المنظر اللي شافته كان صدمة. دخان استوديو تساعد من المصانع ولا حتى جبل واحد في الأفق. هي كانت حزينة جدا، تبين إنها كانت مخدوعة من المدبرة. هذه المنطقة بعيدة مرات عن بيت جدها. الدنيا اتقلبت. هي كانت محبطة وتمشي راجعة تحس بالهزيمة. تدفع كرسي كلارا للبيت. لما وصلوا المدبرة كانت واقفة قدام الباب ووجهها مليان غضب، بس فجأة بدأ عطس مستمر، وبعدها طلعوا قطط صغيرة من تحت بطانية كلارا. المدبرة اللي عندها حساسية من القطط صار وجهها شاحب وبدأت ترتعش وتتهرب. الوضع انفجر. تمكنت كلارا من السيطرة على الفوضى شوي، وهكذا نجوا من المأزق. بعد ما نظموا الحكاية اتآكبوا الاثنين يطالعوا الحيطان وما ياكلوا عشاء، والمدبرة كانت وقفت وراهم تحذرهم بحدا لو صار كذا مرة ثانية بتسجنهم في الظلمة. هي كانت حزينة وخايفة، وقررت إنها لازم ترجع على بيتها بأي ثمن. لما رجعت غرفتها حاولت تتمسك دموعها وتجمع أغراضها بهدوء. راحت لغرفة كلارا تنظر لصديقتها اللي كانت جنبها طول الوقت، وقلبها مليان شوق. فكرة الرجوع على بيتها كانت مزروعة بقوة في داخلها، وما في شيء يقدر يغيرها. بس هي ما تعرف إنها مبيعة لهنا من زمان وما تقدر تخرج بدون إذن. وصار فيه لحظة توتر لما سقطت شنطتها والخبز اللي كانت مخبية لأم بيتر تفرقع على الأرض. كلارا شافت المشهد وقلبها انكسر. تعبت عشان تلاقي صديقة، وبس حست إن هي ما كانت معتبرة إياها أبدا. يمكن أصلا ما كانت ناوية تبقى هنا من البداية. ما فهمت إيش غلط عشان تخلي هي تبي تتركها. كلارا اتأذت نفسيا وصارت حالتها أسوأ، وقضت اليوم كله في حزن عميق. بس لما رجع أبوها وجدتها ابتسمت شوي. والله مشهد مؤثر جدا. أول مرة شافت هي الجدة حبها من قلبها، حست إنها بريئة وبسيطة. بس المدبرة اللي ما تحبها دخلت وقالت عنها إنها وقحة وغريبة ومش واضحة عقلها. الحمد لله الجدة ما صدقت الكلام. وبالليل راحت لغرفة هي وحكت لها قصة. القصة دي فيها مشاهد كثيرة تشبه جبال الألبة، وخلت هي تغوص في السحر. وقابل ما تكمل القصة وقفت الجدة فجأة وقالت لهي لو تبين تعرف النهاية لازم تتعلم تقرأ وتزيد معلوماتك. بيتر قال إن الأطفال في الجبال ما يحتاجوا يعرفوا القراءة، بس الجدة قالت مش كل كلام الناس صح. لو تعلمت بتعرف نهاية القصة بنفسك. يا سلام على التشويق. حطت الجدة الكتاب جنب مخدت هي وخليتها تختار بنفسها. وبسرعة بدت هي تتغير، صارت تاخذ الكتاب وتدرس بإرادة. بدأت من الأساسيات وبنت خطواتها بثبات. بعد فترة قصيرة صارت تقرأ قصة كاملة بطلاقة، ولما خلصت الكل صفق لها بحرارة. والله لحظة رهيبة. الجميع فخورين بتطور هي. النبيل كان مبسوط جدا، حس إن شراء هي كان قرار صح. وموضوع إذا هي تبغى تبقى أو لا ما صار مهم. المهم دلوقتي كلارا سعيدة. بس بعد ما راحت الجدة بدأ يصير شغل غريب في القصر. كل ما يجي الليل الباب الكبير فجأة يفتح لوحده بأصوات مخيفة. الخدم كانوا يرتعشوا من الخوف، وصرح الخبر في كل مكان. الكل صار خايف على سلامة العيلة. النبيل استدعى صديقه عشان يراقب الليل، وفجأة شافوا هي ماشية كأنها ما عندها روحة، عيونها فضية وخطواتها جامدة. راجعت لغرفتها كأنها تتبع ذكريات. مشهد يحزن القلب. ما صحوهاش. وراها بهدوء دخلوا الغرفة. لما فتحوا الخزانة نزلت كومة خبز على الأرض. كلهم استغربوا وما كانوا يعرفوا إن هذه الخبزات كانت محطوطة بعناية لجدة بيتر. الدكتور قال للنبيل بجدية رغم من مشية النوم عند هي بدت تون، لكن لو استمرت راح تكون النتائج خطيرة جدا. الجرح رميك، مش بس جسدها كمان روحها تكسرت.
نمر أدرج كفل جبينها وبص على الحيطة اللي فيها صورة مراته وبنتها. من لما هايدي وصلتي كل شيء تغيير. كلارا صارت مبسوطة أكتر وما يحب يشوف بنتها هزينة. عقله تقلب بين الكلب والعقل. بعد وقت طويل زفر بعمق وقرر يحرر هايدي. لما كلارا عرفت الدنيا وقفت. مش معقول يا بابا، مش ممكن، أنا بدي يضلوا هنا، أنا مريضة ووحيدة. كانت عارفة إنها أنانية بس ما كانت تقدر تواجه هايدي، فحبت تروح غرفتها وتغلق الباب عشان تتهرب، وهايدي قلبها مكسوم. فرحانة إنها رايحة بيتها بس مش قادرة تنسى كلارا. قبل ما ترحل أخذت معها تمثال النسر الخشبي اللي بتحبه وطلبت من نمر الدرج يعطيه لكلارا. القطار بدأ يتحرك ببطء، صافرة عالية تملأ الجو، بس فجأة صارت فرحة غريبة. هيدي مع الهدية اللي نمر الدرج جهزها ماشية على الطريق اللي حلمت ترجع له. لما وصلوا لجبل القرية كلها خرجت تستقبلهم مذهولين من لبس هيدي الفخم، بس هيدي مش فارقة معها، نزلت بسرعة وركضت لها بيتر، عطت جدتها رغيف خبزة طري ومثل بيتر سجق كبير. شايفة السعادة في وجوههم ابتسمت. يلا يا جماعة لازم نطلع الجبل بسرعة. خلعت اللبس الثقيل وطلعت حرة زي الطير اللي انفتح قفصه بين الحقول الواسعة. جدها رفع راسي وانبهر للحظة، ولما وصلت له حضنها بقوة. وبعد ما رجعت حياتها رجعت لطبيعتها. كل صباح تصحى على صوت العصافير، تشرب حليب الماعز السخن وتروح تغسل وجهها عند الجدول الصافي، وبعدين تروح الجبل مع بيتر ترعى الماعز. لما نزلت أول ثلجة في الشتاء جدها نزلها للمدرسة عند سفح الجبل. خلال أيام المدرسة كانت دايم تفكر بصديقتها من المدينة اللي ما لحقت تقول لها وداع، عشان كده كتبت لهم قصة طويلة ودعت كلارا تزورها لتعيش الهرية سوا. لما كلارا استلمت الرسالة قلبها مليان ندم. كانت نفسها تجي بسرعة وتعتذر وتشوف الدنيا برا، بس رجليها الضعيفة مسجونة في البيت الضيق، حتى القيام من السرير صار رفاهية. الجدة هزينت على بنتها وشافت إن لازم تعمل شيء، فدفعت كتير عشان يجيبوا كلارا للجبل. ولحظة اللقاء كانوا متعانقين بقوة، ينفثوا شوكهم اللي تراكم خلال الأيام. هو أن يقدروا يركضوا سوا على الكش ويحسوا بوجود بعض بدون كلام، يشربوا حليب الماعز مع بعض ويضحكوا من الكلب والست البادية الصغيرة. يا جماعة الهلوين كل القيود والتقاليد ضاقت عليهم خلاص. الاثنين ما يفترقوش طول اليوم، وبيتر قلبه مولع غيره، حس إنه اتقلب على جنبه، وكل ده عشان كلارا انخطفت صداقته مع هايدي. الغيرة دي انتشرت زي النار في الهشيم. وفجأة في نص الظهر برو بتاعنا سرب الكرسي المتحرك من فوق الجبل. كلارا مع عادتش تقدر تمشي خطوة، وجد الجد نفسه مضطر يشيلها فوق القمة. جبال خضراء مترامية زي شرايط حرير بتتنفس حرية، ريحة العشب والورد بتطير مع النسمة وقلوبهم بتتنفس سعادة. وفجأة فراشة تطلع على رجل كلار بتحاول تلمسها بس تطير، وبغريزة ما ينفعش توقف. كلارا وقفت على رجليها. هيدي تصرخ من الفرحة، وبتر اللي كان مخبي نفسه بيجري بسرعة عشان يساعدها. يا ساتر. لما العم وصل ياخد بنته اتجمد من المنظر. كلارا ماشية لوحدها على العشب، عيونها تدمعت، عرف إن مرض قلبها خلاص شفي. ولما عائلتهم هتروح الجدة قربت من هايدي وبعطتها دفتر وقلم فخم وقالت لها قصتك يا بنتي لازم تكتبها بإيدك. بس هايدي كانت محبطة شوية، أصحابها بيضحكوا على حلمها، رؤيتهم ضيقة قوي. برو ما تديش بعد ما تودع كلارا رجعت لحياتها الحرة، لكن دلوقتي عندها شغف جديد، الكتابة. قاعدة لوحدها وسط الجبال بتراقب الماعز بتاكل وترسم كلماتها عن كل لحظة جميلة تودفها في قلبها. ببطأ فهمت إن معنى الحياة هو تحسب الجمال حواليك بقلبك. الفيلم ده تشهر كعلاج روحي، مفيهوش دراما جامدة ولا مشاكل كبيرة، بأسلوب بسيط بيحكي قصة بنت وجدها في حياة بين جبال القلب الثلجية. والسهول الخضراء اللي تحت الكاميرا مش بس منظر طبيعي رهيب، دي دواء للنفس. كلارا ببراءتها وقلبها الطيب غيرت الدنيا حواليها من غير ما حد يحس. ساعدت جدها يلقى هدفها، رجعت تمشي وعلمت بيتر معنى المشاركة والمحبة. التغييرات الصغيرة دي زي مطر الربيع اللي بيروي كل حاجة بسمت لكنه قوي، لمس قلوب الناس. عشان كده الفيلم مش بس دفاع، ده صحوة للروح. لما نتعلم نبص للدنيا بعين طفل نقي يمكن نفهم إن الحياة مليانة جمال وأمل مهجورين. الصوت اللي بيشرح مش هيغني عن الأصل. فيلم لازم يتشاف مرة ومرتين. مع السلامة يا أحلى ناس.